في سنة 2003 بيجي المنشد ياسر أبو عمار يعمل نشيد عن الأم مأثر في الناس لحد النهاردة. النشيد اللي بيغرق القنوات الدينية والمنتديات زمان عن جمال وعطف وحنية ورقة الأم، لكن كان بالنسبة لي أنا كان أرعب من 1000 فيلم رعب. نشيد أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. واحدة واحدة بس كده عليا، عشان انا عارف ان النشيد ده من المقدسات تقريبا، والناس فاكرة ان هو من المقدسات او الموروثات او نشيد اسلامي، نظرا لانه كان بيتذاع على قناة الرحمة زمان. وفي كومنتات اليوتيوب على النشيد ده هتلاقي دايما الناس بتقول ان هو كان بيترشح لها من الشيوخ او من امهاتهم او من ابهاتهم او من المدرسين في المدرسة بتاعتهم، او لقوه في المنتديات الاسلامية زمان زي حالاتي كده. انما هو ما كانش محتوى ديني خالص، وانا والله مش ضد الاناشيد الاسلاميه خالص، بالعكس. لا يعني لا يا جماعه، لا. محمد رحيم كان عامل الحان حلوه جدا لمشاري راشد، ومشاري راشد كان بيعمل اناشيد تحفه، بعيدا يعني انه كان فيلم رعب. بس الصبغه الدينيه اللي جات له دي جت بسبب الميلودي بتاع النشيد. مفيش الات موسيقيه، موجود برضه همهمات زي الاغاني الاسلاميه اللي كانت بتتسرق الحانها من اغاني تانية، زي مثلا ما شاء الله يا اخوات على المؤمنين بالله. لو حد طبعا كان بيحضر افراح اسلاميه او شافها قبل كده اكيد هيفتكر النشيد ده، اللي هو بعد كده نفس الالحان دي اتحرفت لهلا يا اصحاب والحاجات اللي انت اكيد فاكرها دي. فخلاص يا جماعه، الموضوع ما هواش له علاقه باي نشيد اسلامي كان بيجي زمان. النقد اللي احنا هنعمله النهارده اللي هو ده السم في العسل ولا الهطس ده نقد فني لشيء المفروض انه فني وقصيده وشعر، واحنا هنا في القناه يعني بنتكلم عن الفن مش اكتر. يعني ازيدك من البيت شعر على راي تامر الجيار. مين هو مؤلف النشيد ده؟ والله هو تردد اسمين، ابراهيم المنذر واديب مظهر المألوف، والاثنين اصلا لما بحثت عنهم على جوجل اكتشفت ان هم مسيحيين. وهنا طبعا انا لا بتكلم عن مسلم ولا بتكلم عن مسيحي، بس يعني انا بقول ده عشان اللي هيدخل يشتمني لان هو واخد الموضوع ان هو حاجه فور جرانتد وحاجه دينيه وحاجه اسلاميه. وانا اظن ان اللي عامل النشيد ده بعيدا عن ان صوته حلو وبعيدا عن الحانه حلوه، بصراحه يعني يا جماعه مش هقدر انكر لو كان يعرف صاحب او ديانه الشخص اللي عامل النشيد ده ما كانش عمله اصلا. وانتوا كده كده عارفين كويس، يعني مش هنضحك على بعض. فسواء اديب مظهر او ابراهيم المنذر، انا كده كده جاي اتخانق معاهم النهارده على اللي هم عملوه فيا وانا صغير مش اكتر. فنبتدي النشيد من تاني. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر. حلو قوي، راجل اغرى عيل صغير، بس يعني ماشي. يعني انت دلوقتي حالا كده وجهت الكلام ان احنا في طفل في الحكايه، فانت دلوقتي المفروض العظه اللي طالعه دي تطلع لفئه معينه اللي هي فئه الاطفال. تمام يا عم، ماشي يا عم ابراهيم، ماشي يا عم اديب، ايا كان فيكم مين اللي الف النشيد ده. قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. بص بقى، ده تصعيد درامي يعني غير مبرر والله العظيم ثلاثة. ده عامل زي المزيكا اللي بيحطها محمد سامي مره واحده كده في المشهد، اللي انت يعني مش عارف ليه تحطها مره واحده كده وتسرعني السرعه دي. قال ائتني بفؤاد امك يا فتى، مره واحده كده. يعني الراجل شاف الواد اغراه وقال له اديني قلب امك وهديك جواهر وهديك كل اللي انت عاوزه. يعني يا جماعه ازاي؟ طيب يعني غلاما جاهلا، عيل طفل صغير لسه لا يستوعب الفكره بتاعت الذهب ده هيمثل ايه، الجواهر هتمثل ايه. انما انت دلوقتي بتقول له هات لي قلب امك يا فتى. وهنا انا ما نسيتش او مش ما خدتش بالي من معنى البيتين الاولانيين من النشيد، واللي معناهم ان مال الدنيا وكنوز الدنيا كلها ما تكفيش اي حد عن امه، وده اصلا الهدف من النشيد. بس انا تعمدت اصور الحلقه كلها من غير سكريبت بمشاعري اللي حسيتها من طفولتي تجاه النشيد، لكن مش جاي اشرح لك النشيد. طب تعالى نكمل. فمضى وأغرس خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. طب يعني ايه؟ يعني ايه بجد والله؟ يعني ايه؟ يعني مثلا مفيش حتى تصاعد وترتيب للاحداث. يعني الواد شاف راجل كبير بيقول له يا حبيبي هات لي قلب امك وانا هديك فلوس. الواد بعد كده فمضى واخرج خنجرا في صدرها. يعني ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ طيب يعني الواد طيب ما فكرش في اي حاجه عشان هو غلام جاهل فهيعمل كده في امه؟ يا جدعان يعني انت دلوقتي انت كده بمعنى الكلمه ما خليتش ان الشخص ده، الشخص اللي هو خلى الواد ده يبقى هو شيطان. الغلام الجاهل ده هو دلوقتي بقى الشيطان، بقى طفل، بقى شرير. يعني يا جماعه طفل صغير، طفل ينظر اليه بالبراءه، ينظر اليه بالحب، ينظر اليه بالجمال. ازاي نخلي طفل يعمل عمله زي دي؟ يعني عشان ايه؟ عشان جواهر؟ هو كده كده مش عارف قيمتها. والله لو انت كنت قلت لي ان هو خد
تعالى يا حبيبي اعمل كذا عشان اديك مصاصه، تمام انا معاك انا موافقك، والله هتجيب لك حاجه حلوه، تمام انا معاك انا موافقك. الواد ده ما يعرفش النهارده ثمن السبيكه بتاعت الذهب بقت بكام، ولا عاوز يستثمر في الفضه. انما مره واحده طفل صغير هيعمل كده في امه. طب ليه الاحلام اللي انت زرعتها فيها من وانا صغير ليه يا جماعه؟ طيب بصوا يا جماعه برضه عشان ما حدش برضه يعني ايه يستغرب النيرف اللي انا فيه. انا يا جماعه سمعت النشيد ده وانا عندي مثلا سكه 10 سنين بتم 11 سنه. انا افتكر كويس جدا ان ده حصل سنه كام؟ 2008. لان اللي كان بيجي في بالي وقتها وانا بنام وما بعرفش انام بسبب هذا الشيء، انه انا كنت بتخيل ان هشام طلعت مصطفى كان بيجي لي في المنام يقول لي اعمل كذا واعمل كذا، فما كنتش بعرف انام، فكان بيحصل لي مشاكل واحنا جايين ننام. طب ليه بقى انا كنت بتخيل هشام طلعت مصطفى؟ لان ساعتها كان حادث قتل سوزان تميم كان شائع جدا وكلنا عارفينه، ويعني منطقي جدا ان طفل يربط حادث زي ده بهشام طلعت مصطفى، لان هشام طلعت الشنب بتاعه شرير جدا. انا اللي كان خيالي مريض، انا اللي كنت بربط الاحداث دي ببعض. انا برضو كنت ايه، الجرايد طول اليوم كانت بتحكي عن القتل ده، القنوات كل يوم بتحكي عن القتل ده، فطبيعي جدا ان انا اشوف ان الشخص ده هو الشرير اللي انا اخاف منه اترعب منه، طبيعي جدا. فانا كان بيجي في بالي ان الشخص ده بيجي لي في المنام يقول لي اعمل كذا في قلب امك وانا هديك كارثه 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 دلوقتي حالا. فانت دلوقتي عملت تصاعد رهيب جدا من غير اي تسلسل، من غير اي تفكير للطفل عشان هو غلام جاهل. فيعني يعمل كده يا جماعه باي منطق؟ باي منطق؟ احنا ليه عاوزين نعمل ميلودراما؟ والميلودراما هنا احنا بنجيب فيها شخص شرير شر مطلق. ده طفل، ده طفل صغير يا ابني، ازاي تعمل فيه كده؟ لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذا عثر. يعني الواد كان بيجري بسرعه بعد ما اخذ القلب من امه وفي الاخر وقع في الارض. يعني الواد ما فكرش، حتى الواد بعد ما عمل العمله دي ما فكرش ثانيه واحده، ما قالش انا عملت كده ليه في امي؟ طب امي حبيبتي يا نور عيني، بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ده انا ام البطل. بصوا يا جماعه، ما هو برضو اي فنان في الدنيا احنا لما بيعمل اي عمل فني احنا بنفكر يا ترى هو كان بيفكر في ايه وهو بيعمل العمل ده؟ انت يا اسطى كان ايه اللي في بالك؟ كنت عملت ايه في امك؟ احنا ممكن نرجع للاثنين شعراء دول نعرف الهيستوري بتاع امهاتهم. ما هو مش طبيعي ان انت يوصل بيك الخيال للمرض ده، ما هو ده مرض. This is a disease. طبعا ده مش بني ادم منطقي ان هو يعمل حاجه زي دي او يتخيل ان في طفل هيعمل حاجه زي دي، بس احنا كده هنوصل للمورال بتاع القصيده في النهايه. تمام. ناداه قلب الام وهو معفر ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر. يعني ولدي حبيبي هل اصابك من، يا نهار اسود يا نهار اسود. يعني الراجل هو بصراحه مش هقدر انكر انه المنشد صوته حلو، وكمان هو انفلونسر، مش هقدر انكر ان هي تاثر في اطفال وشباب. يعني انا هعرض لكم كده الكومنتس بتاعت كل الناس وهي بتجيب الشعور بتاعها من طفولتها وهي بتحكي عن القصه دي. لو عملت مورال للناس تمام مفيش مشكله، انما هي عملت لي انا كوارث وعملت للناس ثانيه كوارث برضو. يعني هي فكره ان احنا نعرض محتوى زي ده لطفل هي كارثه كبيره. ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر. يعني هنا المغزى هو مش في بطن الشاعر، والمغزى باين جدا انه الام حتى وانت بتعمل فيها ايه بالذي هتقول لك حبيبي انت كويس، انت طيب، انت يعني انت كويس يا بابا، انا حاسك ان انت النهارده مش في احسن حال. ده طفل يا جماعه. طب انا عندي ليك يا سيدي فكره تانية حلوه جدا. اغرى امرئ يوما سكيرا جاهلا. سهله كنت ممكن تعملها. دي افعال ما تطلعش غير من واحد سكران فعلا، دي افعال مش هتطلع من طفل صغير. سكير وجاهل. طب ما احنا ممكن نقول ان احنا دلوقتي بنعمل تو مورالز. المورال الاولاني ان انت ما تقربش من الخمره، لان الخمره هتذهب لك عقلك مثلا، خلينا نقول كده. وجاهل، يعني جاهل دي احنا ممكن نمشيها برضو بمعنيين. جاهل اللي هو انت حمار ما بتفهمش، او جاهل اللي هو مش مستوعب عشان مش بيتعلم كويس او ما دخلش المدرسه. فحبيبي اتشطر عشان تدرس كويس عشان ما تبقى زي الراجل. انت هنا عندك 3 مورالات في مورال واحد، اللي هو انت بتجيب حنان الام، بتجيب عطف الام، بتجيب تضحيه الام. في نفس الوقت احنا بنجيب لنا 3 حاجات ما نعملهمش. انما غلاما جاهلا ليه يا اسطى؟ ليه قسما بالله؟ ليه بتعمل في طفولتي كده؟ ليه ما تخلينيش اعرف؟ ليه تخليني اتخيل هشام طلعت مصطفى يعمل فيا؟ الفكره ان هي بتسوت على هشام طلعت مصطفى. هشام طلعت مصطفى يجي منه ان هو يقول لي كده عامه وهو صغير. بس تعالى نكمل. قلب الام وهو معفر ودي حبيبي هل أصابك من ضرر. ده قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. ناداه قلب الأم وهو معفر
معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. يا جماعة عدوها 3 مرات. طب انت بتعيد الكوبليه 3 مرات، انت بتقطع في انت حرفيا انت بتجيب السكينه بتحط، انت بتجيب لي دلوقتي خنجرين، واحد في قلبي والتاني في قلبي برضه، انت بتعيده 3 مرات. انت يا اسطى انت قسما بالله يا جدعان والله انتوا بتدوسوا على الجرح والله. يعني انت بتفكرني بالظبط زي كوبليه كده افتكر من غنوه كان غناها واحد على قناه شعبيات، كان بيقول كانك جبت حبه ملح وحطيتهم في قلب الجرح. انت جبت ملح وفلفل اسود وكمون وكركم وليمون وكل ده بتحطهم في قلب الجرح. انت ليه بتعمل كده؟ ليه؟ لماذا الميلودراما اذا؟ ليه الابيض واسود؟ ليه الحياه ساطل قوي بالشكل ده؟ ليه طفل يا جدعان يعمل كارثه زي دي؟ تعال نكمل. فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. ليه يا جماعه الشر ده؟ ليه يا جماعه الميلودراما دي؟ ليه نخلي طفل ان هو يحس ان في غضب من ربنا نازل عليه؟ يا اسطى انت ده اسمه تشايلد ابيوز. ده هو ده this is the actual meaning of child abuse. انت ما عملتش اي حاجه. انا مش عارف يعني ليه طفل صغير ليه عيل عنده 10 سنين يمر بالقسوه دي؟ ليه؟ طيب احنا كده هنتكلم في المحتوى اللي ما ينفعش ان احنا نوريه للاطفال، حتى ولو كان المحتوى ده فيه عظه وفيه موعظه وفيه حاجات كتيره. الاطفال يلا زينه الحياه الدنيا يلا. احنا هنا بنعمل كلاش مع مين؟ بنتخانق مع مين؟ بنصور مورال مع مين؟ الطفل لو استوعب الكلام ده ولو سمع الكلام ده اقل حاجه جدا طبعا ان احنا نحط 3-4 مشمعات تحتيه عشان المرتبه ما تتوسخش. طبيعي. المشكله الام هنا الملاك البريء ابو قلب طيب قوي، واحنا كده كل الامهات ملاك ابو قلب طيب قوي، غير طبعا الامهات اللي بتطلع لايفات وبتخلي عيالها شكلهم وحش زي الحاجات اللي احنا بنشوفها. انت هنا خليت الاسود مش الراجل اللي جه ده انت خليته طلع في شط ومشي، انما الطفل هو اللي مكمل شر، هو الشرير شر مطلق. لماذا نفعل كذلك في الاطفال يلا؟ فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر. انت لسه جاي تعتبر دلوقتي حالا بعد ما انت عملت كده في امك؟ يعني ماشي طيب تمام يا عم تمام، ما كانش عندك اي عبره. يعني امك دي عملت لك السندوتشات وانت رايح بيها المدرسه وانت رايح الحضانه، وانت عملت لك لانشون شيكيدود وعملت لك حاجات كتير يلا. ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. طب ليه يا جدعان؟ ليه طيب؟ ليه فإن جريمة؟ يا لهوي طفل هيعمل جريمة يا جدعان. يا قلب انتقم مني فإن جريمتي لا تغتفر. يا اسطى انا عارف المورال بتاعك بس ده طفل يا اسطى، ده طفل يا معلم، طفل. انت ايه اللي كان في الباك جراوند ستوري اثر فيك خلاك تعمل كده؟ وايه اللي كان الشخص اللي نشد الحوار ده ليه عمل كده يعني؟ طيب ماشي واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. يعني انت كان عندك وعي وانت عايز تخلي الاب والام ان هم يخلوا عيالهم يحبوهم، يسمع في محتوى المفروض ان هو محتوى قيم، ان طفل يمسك خنجر يقتل بيه نفسه. يا جماعه بص، انا عارف ان في ناس كتير جدا هتتهمني بالافوره. قسما بالله انا مش بافور، انا بحكي لكم دلوقتي بمشاعر الطفوله. يعني الطفل الصغير ما يمسكش سكينه، يعني حتى واحنا صغيرين خالد هات المعلقه بس ما تجيبش السكينه. المفروض ان اي بيت سوي ده اللي بيحصل فيه. الحاجات دي بتدخل البيوت، الحاجات يعني انا دلوقتي عايز ابقى راجل ديكتاتور زي الناس اللي بيقولوا ايه احنا بنوري ايه لعيالنا وبنوري ايه لاطفالنا وبنوري ايه مش عارف مين في البيوت عندنا، افلامكم ومسلسلاتكم والرقص والعري والجنس والكلام ده كله. معلم انت بتاكل الجبنه وانت مش واخد بالك قسما بالله. لو انت بتسمع عيالك حاجه زي دي يعني انت مش واخد بالك في جريمه تانية انت بتعملها. في طفل بيتخيل ان في حد بيمسك سكينه ومش عارف ايه وبتاع، وده في عز سن الطفوله. لو انت سمعته وانت عندك 20 سنه اكيد مش هتتاثر بيه زي الطفل اللي كان عنده 5-6 سنين، لان هو موجه الكلام ده للاطفال، والاطفال اللي هو في عز سن الغلمنه. فاهم قصدي؟ تعال نسمع اخر كوبليه. ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.
خلاص يما خلاص يعني انت مت يا حاجه، انت مت يا حاجه. ابنك يعني كان هيعمل جريمتين، عمل جريمه فيكي وعمل جريمه في نفسه، كان هيقتل نفسه وبتاع. طب بصوا يا جماعه، انا كلمت صديق ليا، السلام عليكم يا امير، ازيك، ايه الاخبار؟ امير امبارح كان بيقول لي انه يا خالد انا خدتها بمنحنى تاني غير المنحنى اللي انت خدتها بيه، فبيقول لي انه هو هنا المفروض ان الطفل في غوايه في حته الرغبه، الامتلاك. قلت له بس ما تحكمش على منحنياي انا، عشان انا ده منحنى الطفل اللي كان بيسمع الكلام ده وكان بيتاثر بيه وهو طفل، وكان بيموت من العياط وكان بيموت من الاملاح علشان مش عارف ينام، او بينام يصحى تاني يوم يلاقي حاجات كده غريبه في السرير. فده كان بيحصل معايا لاني طفل، فانا دلوقتي بكلمك بمشاعر الطفل وليس مشاعر الشخص الادلت. اوكي، العتاب بتاعي على النوعيه دي من الاكستريم عذاب، من الاكستريم عقاب، من الاكستريم غضب. يا جماعه كان في محمود عبد العزيز كان كاتب لي كومنت، كان بيقول لي طب ما احنا شفنا كرتون وشفنا حاجات مرعبه وما كناش بنعرف ننام بالايام والليالي وعادي يعني عديها. لا يا صاحبي ثواني بس، لحظه واحده، هنا في صبغه دينيه من الشيء ده، لان الشيء ده كان بيتعرض زي ما قلنا على قناه الرحمه، والشيء ده كان فيه منه حاجات كتير جدا، زي ما احنا مثلا ممكن بنشوف شيوخ المفروض ان هم بيتكلموا في عذابات كتير يا جماعه، في عذاب قبر، في عذاب البرزخ، في عذاب ما بعد مش عارف ايه، في تخيل يوم القيامه، في تخيل حاجات كتير جدا. انا ما عنديش اي مشكله في كل الحاجات دي طالما لو هي في الدين، مش بأضحد هذه الحاجات ولا بتجرأ على الشيوخ ولا بتجرأ على انا مش بتجرأ على اي حاجه، انا ادفع واحد في الدنيا. ولكن المقصود هنا انا مثلا ما رحتش عند ستي لما ماتت، ستي الوحيده اللي انا شفتها في حياتي وكنت بموت من البكا، ولكن انا ما رحتش مثلا عند القبر بتاعها، ما رحتش الدفنه بتاعتها. قعدت سنين طويله جدا ما بروحش اي قبور او ما بروحش اي مدافن، لانه انا كنت بتاثر جدا باللي انا بسمعه من الشيوخ او من الناس اللي في التلفزيون. يا جماعه ده محتوى المفروض الاطفال ما يسمعهوش. الطفل السوي ان هو يتعلم الحب، يتعلم الخير، يتعلم الجمال، ما يتعلمش الاسوأ، ما يسمعش عن الاسوأ، ما يسمعش عن عقاب ايه اللي انت بتسمعه له، عذاب مين اللي انت بتشغله له، عزة ايه اللي انت بتقدمها له في السن ده. يا جماعه هي جنه نار، جنه والله نار. اي عيني على راي وجدي غنيم لما كان بيتريق على عبد الحليم حافظ، هي جنه ونار. النار مفيش اسوأ منها من تخيلها لطفل صغير. فانا كده كده عامل الحلقه دي من غير اي سكريبت، ويا رب ما تهاجمش على اللي انا بقوله. ما المفروض الطفل ما يتعرضش برضه للمحتوى ده، دي اسمها فايلنس، لان انت هنا مقدم لي عذاب وثواب وعقاب. الثواب كويس، العقاب كويس برضو ان احنا نتعظ منه، ولكن ما يكونش بالقسوه دي. القسوه دي او العظه دي احنا ممكن نروح لها في سن يسمح لنا عقلنا ان احنا نستوعب اللي احنا بنسمعه او نفهم اللي احنا بنسمعه. مش عارف بس في كومنتات كتير جدا لناس كتير جدا كانت بتحاسبن على التروما اللي جات لها من النشيد ده. كان في ناس كتير جدا بتقول انتوا ليه كنتوا بتسمعوني الحاجات دي وانا صغير. الناس دي ممكن ما تكونش كتيره بالنسبه للناس اللي كانت بتحب فعلا النشيد ده، والناس اللي فعلا لسه بتسمع النشيد ده، زي برضو ما في ناس بتقول انا في 2026 ولسه بسمعه. ولكن خلينا برضو نحسبها حسبه كده ورقه وقلم. الشخص اللي يسمع الحاجات دي وهو صغير، او اللي يشوف الحاجات دي وهو صغير، او يتخيل الحاجات دي وهو صغير، هل هو هيبقى زي الشخص مثلا اللي كان بيروح يتعلم سباحه ورمايه وركوب خيل وكوره وفولي ورسم؟ انا مش بقول ان احنا ما نعلمش العيال كذا وكذا، مش بقول اعمل كذا، انا مش استشاري، ولا انا ما بقتش اب ولا اتجوزت ولا حتى مرتبط. تخيل كده الطفل ده اللي بيتعلم الخوف في المدرسه من الناظر اللي بيشوف زباله وبيديله على قفاه ويقول له شيل الورقه دي، ولا المدرس اللي اسمه ابراهيم حسيب اللي بيدخل في الفصل معاه فلوس مشخلله قد كده وبيضرب الواد ده علشان ما بياخدش معاه درس. المدرس بيخاف منه، الناظر بيخاف منه، الضابط بيتعلم الخوف منه، الاب والام كده كده بيخاف منهم. انت بتخوفه كمان من ربنا ليه؟ طب هو هيحب مين يا جدعان؟ هيحب مين؟ ولا هيتاثر بمين؟ ولا هيكون عاوز يعمل خير عشان مين؟ دي مؤثرات كتيره جدا حوالين الطفل. انا كده كده الحمد لله استشفيت من كل الكلام ده وتعافيت من كل الكلام ده، ولكن برضو الطفل الصغير اللي جوايا لسه مش قادر ينسى ان انا ما كنتش بعرف انام بالايام والليالي بسبب النشيد ده وبسبب هشام طلعت مصطفى برضو. الطفل كمان يخاف من الشيخ اللي بيروح له علشان يضربه لو هو ما سمعش كويس، والام تيجي تقول له كسر واحنا نجبس، وبعد كده يروح للمدرسه ولا المدرس اللي بياخد معاه درس يقول له كسر واحنا نجبس عشان الواد ما عملش الواجب كويس. انتوا بتعلموا الخوف للواد في كل حته في الحياه، في كل مكان في كل شيء المفروض يكون مقدس، تعليم، دين، مدرسه، شارع. انتوا ايه انت عايز منه ايه تاني؟ ما اكيد برضو يا جماعه اللي بيطلع يرفض كل حاجه في الحياه او بيبقى اناركي جدا في الدنيا، ما اكيد بسبب كل اللي اتعرض له في الطفوله. يعني
احنا عملنا ايه؟ قدمنا انهي سبت عشان نلاقي انهي حد؟ ما هو نصلي كده على النبي يا جماعه كده، ونحاول ان احنا نستوعب الاخطاء اللي حصلت. انا الحلقه دي حبيت جدا ان انا اعملها كده من غير اي سكريبت. لازم الطفل الصغير بتاعي تقدر انت تلمسه، وتقدر انت تشوفه، وتقدر انت تحس الكلام اللي هو بيقوله. انا كده يا جماعه والله يعني النهارده خلصت كل اللي عندي. انا ما اقصدش اهانه لاي حد، اللي حب الكلام ده واثر فيه بجانب ايجابي تمام مفيش مشاكل، ولكن ما نقدرش ان احنا ننكر ان الجانب الايجابي ده كان بسبب حاجه قاسيه. يا جماعه هو فين المشكله؟ فين المشكله دلوقتي لو احنا شغلنا اغنيه فايزه احمد بتاعت ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا رب خليكي يا امي، او شاديه او صباح وهي بتقول دي حبيبه امها يا اخواتي بحبها. فين المشكله في ده؟ فين المشكله في ده؟ طب ما ده حب للام، ده حب للام وتقديس وتقدير للام. فين المشكله في المحتوى الجميل ده؟ يعني يا عم لو مضايقك المزيكا امسح المزيكا تمام مفيش مشاكل، انما ما ينفعش ده، ما ينفعش ده، ما ينفعش. وفي حاجات كتير جدا راقيه تحترم الطفل، ما تخلوش يحس ان هو انا لازم احب امي يا اما. طب ما تحب امك يا حبيبي، ما تقتلهاش يعني. مش لازم، مش هيقتل، ما فيش طفل هيجي في باله ان هو يعمل ده. استغفر الله العظيم يا رب. يا رب الحلقه والله ما اعرف انا انزل الحلقه دي اصلا النهارده ولا لا. المهم يعني يا جماعه ده كان كل اللي عندي النهارده، وانا مش عاوز اكون مصلح اجتماعي، انا مش عايز اعمل اي حاجه خالص من الحاجات دي. انا بس بقول ان في حاجه في الطفوله المفروض ان هي فنيه، انا بحاول افندها النهارده واعرضها قصاد حضراتكم، واقول لكم ان الحاجه دي كلفتنا كتير من المشمعات في البيت. فشكرا يا جماعه لحد كده، وانتظروني ان شاء الله في الجديد ده لو في جديد باذن الله. وشكرا، سلام عليكم. معانا الاستاذ هشام طلعت مصطفى رجل الاعمال. اهلا استاذ هشام، ازي حضرتك؟ اهلا يا استاذ عمرو، ازيك؟ لا مش سامعين حضرتك يا فندم. طب هنكلم الاستاذ هشام مره اخرى.